ليه دايما بتبدأ بحماس وبعد شوية كل حاجة بتقف؟ الحماس راح فين؟ خليني أفاجئك وأقولك إن المشكلة مش فيك، المشكلة إنك معتمد على الحماس، والحماس ده بيختفي أسرع مما تتخيل. يومين أسبوع وبعدها يرجع كل حاجة لطبيعتها. الحماس شعور مؤقت، لكن الالتزام قرار. القرار إنك تكمل حتى لو مش حاسس، حتى لو مش عايز، حتى لو تعبان. أغلب الناس بتقف أول ما الحماس يختفي ويفتكروا إنهم فشلوا، مع إن الحقيقة إن ده الطبيعي. عقلك بيحب السهل، أول ما الحاجة تبقى تقيلة يبدأ يديك أعذار. استريح شوية، بعدين، مش مهم النهاردة. طب السر بقى ليه ناس بتكمل؟ لأنهم مش مستنين إحساس، هم عاملين نظام حتى لو مش حابين يكملوا. الالتزام ده معناه إنك تعمل الحاجة غصب عن مزاجك، وده الفرق الحقيقي بين اللي بيكمل واللي بيقع. وكمان الناس اللي بتلتزم بتبني عادة، والعادة بعد كده بتبقى أسهل من التفكير نفسه. والحكمة هنا يا صديقي مش لازم تحب الحاجة علشان تعملها، بس لازم تعملها علشان تنجح. دلوقتي قولي، هتستنى الحماس ولا هتقرر تكمل؟ ولو وصلت لهنا اكتب هكمل، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان تفضل مكمل للنهاية.